السلام عليكم، انا ايمن محمد وان شاء الله النهارده في فيديو جديد. الفيديو النهارده انا حبيت شويه اساعد فيه الناس، لان انا عارف ان الفتره دي بقى صعب ان احنا نلاقي عروض كويسه، صعب ان احنا نلاقي شركات مميزه وشركات ان احنا نثق فيها. معظم الاسعار زادت بشكل مبالغ فيه جدا، انظمه السداد بقت مضغوطه، فطبعا بقى اي عميل معاه بادجت بقى صعب. طب انا البادجت ده هقدر اشتري بيه ولا لا؟ هقدر اروح مكان كويس ولا لا؟ طب اشتري فين؟ في انهي مشروع وفي انهي منطقه؟ لان احنا عارفين ان الاستثمار العقاري الاساس فيه البادجت اللي معايا كام، ثم بحدد المكان اللي هشتري فيه، وبعد كده اعرف ايه التوقع للربح اللي هيجي لي. فانا جبت 3 عروض كويسين من شركات محترمه وعروض مختلفه، عروض سكني، عروض اداري في الداون تاون، عروض اداري على محور بن زايد، ان احنا نبص عليها، واللي هيكون مناسب ليه عرض منهم هيقدر ان هو يكلمني او يبعت لي على الواتساب ونتناقش سوا واقول له باقي التفاصيل. اول اوفر فيهم هو في الداون تاون. الداون تاون احنا عارفين هي من المناطق المميزه جدا واللي عليها اقبال كبير من العملاء، واللي هتبقى تشغيليا من احسن المناطق اللي موجوده في العاصمه الاداريه الجديده. ميزه الداون تاون ان الاسعار لسه فيها بعض المشاريع اسعارها كويسه، فهقدر ان انا ببادجت قليل اقدر ادخل الداون تاون واشتري، واقدر الاقي عروض كويسه جدا هناك. وخصوصا الاوفر اللي انا هتكلم عليه النهارده، ليه؟ لان الاوفر النهارده احنا بنتكلم تقسيط 10 سنين، وده تقريبا ما بقاش موجود في العاصمه خالص. ان انا اقسط مدة سداد طويلة كده دي بقت نادر ان انا الاقيها. 10 سنين سداد ومقدم 10% وبدون اي دفعات، فدي نقطة هتساعدني جدا جدا ان انا ادخل واشتري واخد مكان مميز من غير ما اكون مضغوط في السداد. يعني انا بتكلم ان انا لو رحنا الداون تاون هنقدر ان احنا نلاقي مكتب مثلا في حدود 3 مليون 200 3 مليون 300، ندفع له 10% مقدم اللي هو تقريبا 330 ألف، ونقسط الباقي على 10 سنين اقساط متساوية. يعني هلاقي تقريبا ان انا بدفع مقدم 330 ألف جنيه، بدفع قسط شهري حوالي 24 أو 25 ألف جنيه لمدة 10 سنين، بستلم بعد 3 سنين تشطيب كامل بالتكييفات، مساحة كويسة جدا هتكون في حدود ال 50 متر، هقدر ان انا اشغلها. المساحة دي هتكسبني ازاي؟ انا هسدد فعليا اول 3 سنين او اول 4 سنين لغاية ما استلم والمكان يشتغل. بدفع قسط شهري 24 ألف جنيه، يعني بحسبة بسيطة هندفع 24 أو 25 ألف في 48 شهر اللي هم أول 4 سنين، هدفع 1,200,000، وهكون أنا دافع مقدم حوالي 300 ألف، يعني كل اللي هدفعه حوالي 1,500,000. ال1,500,000 دول بعد ما اشتغل هلاقي نفسي ان ال50 متر اللي انا اشتريتهم بيتأجروا تقريبا في حدود ال40 ألف جنيه، بيتأجروا في حدود ال50 ألف جنيه. فانا هيبدأ المكتب يسدد هو الاقساط بتاعته، وهبدأ انا كمان اكسب منه. يعني هلاقي نفسي ان انا طالع لي هامش ربح من السنه الرابعه تقريبا اقدر ان انا اكسب من المكان، وهيكون مغطي اقساطه وابقى مطمن. طب لو انا مش عايز اجر وعايز ابيع، انا مشتري المكان النهارده بسعر متر كويس جدا، انا بتكلم 3 مليون 300 على 50 متر، فانا بتكلم في حوالي 66 الف جنيه المتر. بعد 3 سنين او بعد 4 سنين السعر ده الطبيعي بتاعه هيبقى 100,000 و120 الف جنيه للمتر، ففرق السعر ده هكون انا اللي كسبته. فالموضوع كويس جدا، وده من العروض اللي انا ارشحها بقوه في الداون تاون، في لوكيشن مميز، شركه من الشركات المحترمه، نظام سداد مريح جدا. كل اللي مطلوب منك المقدم اللي هو حوالي 300 ألف جنيه، والقسط الشهري حوالي 25 ألف جنيه، هتاخد مساحه كويسه هتجيب لك عائد محترم جدا جدا مع الاستلام. الاوفر الثاني اللي هتكلم عليه النهارده هو في المنطقه السكنيه الار 7. طبعا اختيار الشقق النهارده بقى من الحاجات الصعبه جدا، لان كل اسعار الشقق سواء في العاصمه الاداريه الجديده او التجمع بقت اسعار غاليه جدا. بقى التسليمات بعيده شويه، 4 سنين و5 سنين، انظمه السداد مضغوطه قوي، 5 سنين و6 سنين. شركات في منها الثقه وفي منها اللي مش افضل حاجه. مستوى الشركه او مستوى المشروع مش هقدر احكم عليه النهارده لانه لسه ما اتبناش. فكل المشاكل دي خلتني ان انا بقى صعب ان انا اختار شقه كويسه. عشان كده انا النهارده اخترت مشروع من احسن المشاريع اللي موجوده في الار 7. ليه هو احسنهم؟ لان هو واخد لوكيشن حلو جدا في الار 7 على 3 شوارع، قريب للجامعه الانجليزيه وللجامعه السويديه، قريب للشارع الرئيسي محور السفارات. المشروع خلص تقريبا انشاءات، انت استلامك تقدر تستلم فوري، تقدر تدخل الشقه بتاعتك، تقدر تعين الشقه بالمكان بتاعها، شكل العمارات، الواجهات. يعني هسيب حتى فيديو للمشروع وانا بتكلم هيورينا ان المشروع فعلا كمستوى لا احنا مخلصين. المشروع خلص انشاءات بنسبه كبيره جدا، استلامك في خلال يا اما تستلم فوري او تستلم بعد 6 شهور، فدي حاجه تطمنا. طيب هل الميزه ان
انا بستلم فوري بس؟ طبعا لا، لان في كذا كومباوند في الار 7 استلام فوري. الميزه الثانيه السعر بتاع الكومباوند، احنا بنتكلم ان سعر المتر افضل كتير من معظم المشاريع اللي موجوده حواليه. نسبه التحميل في الكومباوند نسبه تحميل قليله جدا، هقدر الاقي تقسيمات كويسه مناسبه ليا كعدد غرف او كتقسيمه داخليه للشقه. انظمه السداد، انت بتستلم فوري وبتقسط على 6 سنين و8 سنين، تقدر تدفع 10% مقدم وتقسط على 8 سنين اقساط متساويه وتستلم فوري. فدي من المميزات اللي صعب جدا ان احنا نلاقيها. اقرب حد هيقول لك لو هتستلم فوري هتدفع مقدم 40% 30%، او هيقول لك هسلمك بعد سنتين او سنه، لكن انت هتدخل شقتك وهتقدر تشوفها، هتقدر انك تختار من اكتر من مساحه بقى، في ال 127 متر، في ال 180، ال 202، ففي اختيارات وادوار مختلفه هتقدر انك تختار منها. فعشان كده العرض ده كسكني انا شايفه ان هو من العروض الكويسه جدا المتكامله. انت داخل كومباوند مبني، عندك نظام سداد مريح، هتقدر تشوف شقتك، شركه محترمه ليها سابقه اعمال في اكتر من مكان، لوكيشن الكومباوند وخدمات الكومباوند ممتازه جدا. طبعا لو مهتم انك تشتري سكني كلمني وهقول لك تفاصيل اكتر عن المشروع ونبدا نختار المساحه المناسبه ليك. وكمان لو حابين ننزل العاصمه نتفرج على المشروع هنقدر نعمل ده وننزل نشوفه على ارض الواقع. الاوفر الثالث اللي هتكلم عليه النهارده هو في الابراج. طبعا احنا عارفين ان بقى صعب جدا ان انا الاقي مكتب كويس في الابراج على محور بن زايد. ليه؟ لان الاسعار زادت جدا، بقى سعر الاداري الطبيعي 160 الف جنيه و180 الف جنيه، فدي بقت ارقام عاليه. لو هشتري مكتب مثلا متوسط مساحه نقول 50 متر، فهلاقي نفسي ان انا محتاج بادجت تقريبا لو قلنا المتر ب 180 الف، فانا بتكلم في بادجت 8 مليون و9 مليون. اقل بادجت هلاقيه تقريبا ال 7 مليون، فدي ارقام كبيره. وكمان مش هلاقي المساحات اللي انا محتاجها موجوده كتير، او هلاقي المكاتب اللي موجوده مش احسن حاجه كلوكيشن. لكن الاوفر اللي هتكلم عليه النهارده هو اوفر ممتاز جدا. انت مباشر على محور بن زايد، مباشر على النهر الاخضر، في تاور مع شركه من الشركات المحترمه جدا جدا اللي موجوده في السوق، ليها اكتر من 4 مشاريع شغاله انشاءات في 3 منهم، والمشروع الرابع شغالين في اصدار التراخيص. فانا داخل مع شركه محترمه، واخد في تاور لوكيشن مميز على بن زايد وعلى النهر الاخضر مباشر. هقدر اخد خصم 20%. الشركه عامله الفتره دي خصم 20%، فده رقم ممتاز جدا. الخصم ده هيخلي ان المتر عندهم تقريبا بنتكلم هيوصل لحدود بدل 140 الف جنيه هيوصل لحدود ال 110 112 الف، فده رقم حلو جدا مقارنه بالسوق كله. هل هو الخصم بس؟ لا، نظام السداد، انا عندي نظام سداد على 10 سنين، فانا واخد لوكيشن مميز، شركه محترمه ليها سابقه اعمال وشغاله على ارض الواقع، نظام سداد 10 سنين اقساط متساويه بمقدم 10%، خصم 20%. فكل ده هيخليني اقدر ان انا الاقي المكتب المناسب ليا. يعني انا هقدر الاقي مكتب 50 متر قبل الخصم سعره 7 مليون 330، بعد الخصم سعره هيبقى 5 مليون 800 تقريبا. ادفع مقدم 580 الف وهقسط الباقي على 10 سنين اقساط متساويه. فدي من الحاجات الكويسه جدا اللي انا هقدر اشتري في الابراج على محور بن زايد والنهر الاخضر مباشر، هقسط على فتره سداد طويله جدا، هلاقي نفسي بدفع قسط شهري تقريبا في حدود ال 43 الف 44 الف في مكتب. وقت ما يشتغل هيجيب لي تقريبا الايجار الشهري بتاعه بنتكلم في المتوسط حوالي 62 70 الف جنيه، في الرينج ده من 60 ل 70 الف. فانا ضامن استثماري بنسبه عاليه جدا، لان انا بقسط على نظام مريح، واخد لوكيشن مميز، هقدر اشتغل واجر مجرد ما استلمت. الايجار اللي هيجي لي هيسدد الاقساط اللي انا بدفعها، وهيجيب لي كمان هامش ربح محترم جدا. دول كانوا 3 عروض في مناطق مختلفة في العاصمة الإدارية الجديدة. طبعا كل واحد بادجته بيختلف عن التاني، في اللي يناسبه انه يكون موجود في الداون تاون، في اللي ممكن يضغط نفسه في البادجت شوية ونكون موجودين في الأبراج على محور بن زايد، او في اللي بيدور على شقة يسكن فيها. شوف الأوفر المناسب ليك وابعت لي على الواتساب او اتصل بيا وهقول لك باقي التفاصيل بتاعته. هنقدر نشوف العروض بتفاصيلها، هنقدر نروح الشركات نراجع الأوراق القانونية، وكمان نقدر ان احنا ننزل للعاصمة الإدارية الجديدة نتفرج على الامور على ارض الواقع. كلمني وخليني معاك في استثمارك الجديد، وهكون معاك خطوه بخطوه في كل الاجراءات.